الحقيقة دايما بتبان في المواقف. يعني لما تتعرض لموقف معين، سواء كان الموقف ده حلو ولا وحش، وبعدين تلاقي آراء الناس اللي حواليك صادمة بالنسبة لك، ده مش حاجة غريبة. طل علشان تبين لنا مين معانا ومين ضدنا. المواقف بتحصل علشان نفهم ونعرف كل واحد نفسه وقلبه فيها ايه ناحيتك. كل كلمة بتطلع من البني آدم حتى لو وقت الهزار، دي بتبقى وراها حاجة جوه عميقة مدفونة محدش عارف يشوفها. زمان قبل ما أطور عقلي وأطور اتصالي بروحي، كنت بتخدع في الناس. كنت بصدق اللي بيضحك في وشي، وبصدق اللي بيجي يقول لي كلام جميل، بصدق الناس اللي بتقول لي ان هم يتمنوا لي الخير. بعدين انا ما دخلتش في الموضوع بمزاجي، يعني انا ما عملتش حاجة علشان اقدر ان انا اشوف افكار الناس او نفوسها او كده. الموضوع ده حصل لي لوحده من كام سنة. في البداية الموضوع كان مؤلم، كان مؤلم لدرجة كبيرة. عارفين لما تبدأ تشوف الحقيقة كلها وتلاقي ان المحيطين بيك كلهم كدابين؟ عارف لما تبدأ تشوف تبقى مثلا الشخص بيكلمك وبيقولك كلام لطيف وجميل، وانت سمع افكاره في دماغك، انت سمع افكار البني ادمين، انت سمع الكلام اللي عكس الكلام اللي البق بيقوله، انت سمع الكلام اللي القلب بيقوله واللي العقل بيقوله. الموضوع كان مؤلم وصعب لدرجة انه انا في بداية الصحوة الروحية وفي بداية ما بدأت ان انا اشوف ما في النفوس، كنت بعيط. كنت بقول لي يا رب خليتني اشوف، انا عايزه افضل عاميه زي ما انا ما كنتش عايزه اشوف، انا ما كنتش عايزه اعرف الحاجات دي. بعد كده بدات افهم واستوعب انا بشوف الحقيقه علشان في خطوات انا لازم اخدها. في ناس معينه ما ينفعش تكون موجوده في محيط حياتي، في ناس معينه ما ينفعش يبقوا من الدايره القريبه مني، في ناس معينه لازم اتخلى عن وجودهم في حياتي، لازم افتح الباب واحطهم على الباب واقفل الباب. الموضوع كان صعب في البداية، كان صعب جدا، ويعني خدت حرب طويلة عريضة مع نفسي علشان اقدر ان انا انظف دايرتي واخرج الناس اللي لا تستحق ان هي تكون موجودة في حياتي او ان هم يكونوا قريبين مني بأي شكل من الاشكال.